حبيبتي يا مصر ما هياش يا حبيبتي يا مصر. هي السياسة عايزة ايه من الأغنية؟ لما بنفكر في الأغنية الوطنية أو السياسية، يعني من باب إنه مين كان مصدق ومين مش مصدق، بتغيب عننا موضوعات مهمة زي هي ايه أساسا العلاقة بين الأغنية والسياسة في كل فترة. يعني السياسة كانت عايزة ايه من الأغنية. خلينا ندخل في الموضوع مباشرة من خلال حاجات تطبيقية. دلوقتي ما قبل 52 ما كانش النظام المصري الملكي محتاج الأغنية لترويج شخص الملك، ولا لترويج مشروعية الملك، ولا لترويج مشروعات الملك، ولا لترويج أيديولوجية الملك، ولا أفكار الملك، ولا أي حاجة تخص النظام الحاكم. ده ما كانش موجود أصلا. ليه؟ والله في أسباب كتيرة ممكن نتكلم فيها، ممكن بعضها يبقى صحيح، ممكن بعضها يبقى مش صحيح، بس يعني اللي في إيدينا انه مفيش ادوات. بمعنى انا عشان استخدم اغنيه في الترويج لازم الاغنيه دي تنتشر على نطاق واسع وتخش كل بيت وتبقى في كل حته. وقتها ما كانش ده متاح. انت بتنتج الاغاني ازاي؟ على اسطوانات. الاسطوانات دي مش في كل بيت. الاذاعه اصلا اتعملت سنه 34، كان النظام الملكي بقاله 12 سنه قائم. وحتى لما اتعملت الاذاعه في الاول ما كانتش في كل بيت، خدت وقت 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 وقت. رويدا بدات تنتشر، رويدا. يمكن في 52 انتبهنا الى انه الراديو ده اللي هو ممكن يوصل لكل الناس، مش لانه في كل بيت، ولكن يعني كان في كل حاره او في القرى عند العمده في راديو، فممكن الناس تسمع. لكن لما الاذاعه انطلقت 34 ده ما كانش حاصل. يمكن كمان لانه كان نظام مستقر. النظام الملكي لما بدأ في مصر في 22 كان نظام مستقر. المصريين ما كانوش يعرفوا اساسا غير ولاد محمد علي. ولاد محمد علي دول، محمد علي من 1805 لحد ما قامت الدولة المصرية رسميا يعني ونالت استقلالها وبقت المملكة المصرية في 22، ما نعرفش غير ولاد محمد علي. فبالتالي هو مش ناقصه مشروعية، مش ناقصه يقول ان انا عندي ولا عندي ولا عندي، مش محتاج. فهو نظام مستقر. وبالفعل شعبية الملك فؤاد من 22 لحد 36 لما جه ابنه فاروق ما كانش فيها حاجة، وفاروق في سنواته الأولى ما كانش فيه حاجة. فهو نظام مستقر مش محتاج أساسا إن هو يروج لنفسه ولا لمشروعاته ولا لأيديولوجياته من خلال أغاني أو غيرها. ممكن نتكلم على إنه الفكرة نفسها ما كانتش مطروحة. يعني ايه انا اجيب مطرب يغني لحاجه انا عايز كملك ان انا، او لصراع سياسي انا كملك، ناهيك عن انه اساسا الملك ما كانش طرف في الصراعات السياسيه. الصراعات السياسيه كانت على الحكومه، بين الاحزاب، بين البتاع، بين كذا، وصراعات مهمه، لكن هو الملك نفسه مش طرف في هذه النزاعات. الملك ده اللي فوق، الاب اللي هو بتاع، والحاجات كلها بتتم في المستوى اللي هو مستويات اقل منه، وكلها حاجات مؤقته. ممكن يكون اي سبب، مش مهم دلوقتي الاسباب دي، لكن المهم انه هذا الاوبشن لم يكن موجودا، ما كانش مطروح. بالتالي لما نقول انه فلانه ولا فلان ولا عبد الحليم نفسه، لانه عبد الحليم غنى في مناسبات، غنى للملك، فهو مش المقصود انه غنى لترويج. هي مش اغنيه سياسيه اصلا، دي اقرب ما تكون لاغنيه اجتماعيه. يعني كل الاغاني اللي ظهرت للملك كلها، الملك سواء فؤاد او الملك فاروق او غيره، كلها في مناسبات تقدر تقول عليها مناسبات عائليه او اجتماعيه، بما فيها عيد جلوسه على العرش، او تنصيبه مش عارف ايه، او ميلاد الاميره فريال، او ميلاد او جواز مرات خاله الملك، او جواز يعني. فده اقرب لمناسبه اجتماعيه معزوم فيها مطرب عشان يحييها. ده انا لو جبت مطرب زميلي ولا صديقي يعمل لي عيد ميلاد بنتي منى، ما هغني لها اغنيه لمنى، يا منى يا حلوه يا منى. ما هو ده
ده الطبيعي. وما كانتش الاغاني دي اللي بتتغنى في الافراح او بتطرح في المجال العام، ولا تطبع على الاسطوانات ولا بتاع. هي بتغني للملك في عيد ميلاد الملك، او في عيد ميلاد بنته، او في ميلاد بنته. هي دي ولا ده ولا ده ولا ده. فاصلا يا اخوانا الاغنيه قبل 52 ما كانتش مطروحه للتوظيف السياسي بالمعنى السياسي. من 52 بدأ ده مع بداية عهد جديد. طيب زي ما قلت لك هنشيل على جنب هو مين كان بيغني ومثلا، انما المهم انه بعد 52 اصبح هذا عملا ممنهجا، لانه كمان في احتياج للحشد والتعبئه وتوحيد الصف ومش عارف ايه وبتاع، وتحت رايه واحده، والرايه الواحده دي لسه بتدور على مشروعيتها والخ الخ. فبقى في عمل ممنهج، ولانه عمل ممنهج هو ده اللي يهمني هنا، ولانه عمل ممنهج بقى في ادوار، والادوار دي مختلفه. يعني لو خدنا الثلاثة الكبار اللي هم أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، هنلاقي إنه كل واحد منهم كان بيعمل حاجة مختلفة. يعني مش هتلاقي أغنية لأم كلثوم زي بستان الاشتراكية، ولا هتلاقي أغنية لأم كلثوم فيها ورجال سكر على مكاتبهم تخدم بالروح لما تعامل. ده كان شغل عبد الحليم اللي هقول لك عليه. هي أم كلثوم كانت الشركة اللي بتنتج لها اسمها إيه؟ مصر فون. وعبد الوهاب صوت الفن. فعلا كانت ام كلثوم مصر فون صوت مصر، وعبد الوهاب صوت الفن. بمعنى ايه؟ ام كلثوم كانت وظيفتها انه مصر لما تغني تقول ايه. بالتالي مع الوقت وبالتراكم بقى اللي عايزه مصر تقوله بنظرة طائر بشكل عام، يعني ايه الاستراتيجيات اللي مصر هتشتغل عليها وفي الاحداث الكبرى وفي النظرات العامة. عشان كده من هنا نفهم سنة 58 لما حصلت ال زي ما تسميها الثورة او الانقلاب في العراق، كان العالم العربي مستني يشوف ام كلثوم هتغني لها ولا لا، لانه لو ام كلثوم غنت لها تبقى مصر موافقة على او متفقة مع قادة الثورة او الانقلاب. لو ام كلثوم ما غنتش وقعد العالم مستني، وهي اعلنت انها هتغني في دمشق، وقعد العالم العربي كله مستني، ولكن في اللحظات الاخيرة هي قررت انها لا خلاص مش مش هتغني الاغنيه. فلما ام كلثوم ما تغنيش معناها ان مصر عندها موقف من الحاصل في العراق، وهكذا في كل حاجه. ولذلك 5 يونيو 67 قبل لما مصر خدت الموقف اللي خده ام كلثوم لما غنت الله معك، ولما غنت سلو قلبي اللي فيها اخذنا امرة الارض اغتصابا. ام كلثوم هي اللي بتقول مصر هتعمل ايه، صوت مصر. عبد الوهاب لا، عبد الوهاب مش كده. عبد الوهاب لاحق. عبد الوهاب هو صوت الفن، وده نابع من رؤية عبد الوهاب. هو الراجل كده دماغه كده اختياراته كده، هو شايف ان دول بتوع سياسة، احنا يا باشا بتوع فن، احنا لا نقرر، احنا ما بنقولش ايه اللي هيحصل، انما انتوا تشتغلوا، انتوا تقولوا لنا احنا المطلوب مننا ايه، ده دورنا. انتوا تقولوا لنا غني يا ابو وهاب يغني يا ابو وهاب، اسكت يا ابو وهاب يسكت يا ابو وهاب، غني في الحته دي يا ابو وهاب يغني على الحته دي يا ابو وهاب. ويمكن ده يبان قوي لما اتعمل النشيد الوطني، اللي هو النشيد الوطني السلام الجمهوري اللي هو لحد دلوقتي، اللي هو بلادي بلادي. لما السادات قال له عايزين نغير النشيد يا ابو وهاب، ماشي حاضر نغير النشيد. مش انت اللي هتلحنه؟ اهو خلاص ماشي مش انا اللي هلحنه. يعني ما قالوش ليه بس انا مش لحنت، لا خلاص مش انت، بس انت اللي هتشرف. حاضر انا مش هشرف. طيب عايزين ناخد بلادي بلادي بتاعت سيد درويش، ماشي ناخد بلادي بلادي بتاعت سيد درويش. طيب يلا اعملها ووريهاني. لما عملها، لما اشرف عليها وطلعها وطلع السلام الجمهوري، ما طلعش منه نسخة واحدة، لا راح للسادات بثلاث صيغ مختلفة للسلام الجمهوري، في سرعات مختلفة وإيقاعات، يعني مش إيقاع بس زمن مختلف وصيغ مختلفة، ثلاث صيغ مختلفة للسلام الجمهوري. فالسادات سمع وقال له انت ايه رايك يا ابو وهاب؟ قال له لا انا ماليش راي، احنا مالناش راي، مش انا، احنا كفنانين مالناش راي، انا عملت لك ثلاث صيغ، انت بقى كرئيس الجمهوريه اللي تقرر هو انت هتاخد انهي واحد فيهم. فالسادات اختار واحد منهم. فهي دي الفكره، دي فكره عبد الوهاب. عبد الوهاب غير ام كلثوم. ام كلثوم هي صوت مصر،
اللي لما تغني تعرف مصر رايحة فين ومتجهة لفين. عبد الوهاب لا، عبد الوهاب بيعمل اللي الفن المفروض يعمله وده فضل استمر في كل العهود طول الوقت. مطلوب اوبريتات يعمل اوبريتات، مطلوب عملنا الوحده مع سوريا نعمل اغنيه للوحده مع سوريا، عمل اغنيه للوحده مع سوريا. لا يا عم الاغنيه دي عايزين نكبرها وتبقى وطن يا حبيبي، الوطن يعمل وطن يا حبيبي، اللي انت عايزه يعمله لك بالظبط. غير ام كلثوم اللي هي حاضره واللي هي بتشارك في ال مش عايز اقول مفاوضات، لكن بتشارك في صياغه ده، وبالتالي هي مطلوب منها انها تعمل الاغنيه المعبره عن صوت مصر، بخلاف عبد الحليم. عبد الحليم كانش كده. عبد الحليم كان اليومي بتاع اليومي. عبد الحليم كان صوت الثوره نفسها، صوت الشباب نفسهم، صوت اللي هو اليوم زي ما قلت لك. ورجال سكر على مكاتبهم تخدم بالروح لما اتعامل على راس بستان الاشتراكيه ومش عارف ايه، يعني اللي هو حاجه داخله في او ذات ليله او غيرها، حاجات داخله في اليومي وفي صلب اليوم. كل واحد كان ليه دور. هل الثلاثه دول بس اللي كانوا؟ لا، دول كانوا الاكبر، لكن كل واحد كان ليه مكان. زي حفني احمد حسن، ما حفني احمد حسن استخدموه في انه يعمل اغاني للصعايده لانه الصعيد محتاج صوت مختلف وكده، وغيره. طول الوقت كل واحد له دور. عشان كده لما مثلا محمد فوزي هو غنى للثوره ولا ما غناش، مش مهم يا عم، مش مهم تلاقي له اغنيه هنا ولا ما تلاقيلوش اغنيه هنا، لكن لم يكن له دور. لم يكن له. من هنا ممكن نفهم علاقة فوزي بالموضوع، مش انه له اغنية هنا ولا اغنية هنا. ما عادي ممكن يغني اغنية بنفس الافق بتاع الملكية، اتعزم على عيد الثورة ولا هيطلع في حفلة في عيد الثورة فيعمل لهم اغنية زي كان وإن ولا بتاع. انما هو لم يكن له دور، لم يكن له وظيفة. وانا هنا مش قصدي ادعم فكرة ان هم انتقموا منه عشان هو مغني، لا 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 لا, لا خالص. انا بس يعني زي ما قلت لك انه ده مشروع لسه في حاجات كتيرة محتاجة بحث اكتر بهدوء، مش بمنطق لقينا اغنية لفلان بيغني للثورة يبقى هو كان معاها، لقينا فلان. لا، الموضوع مش كده. انما الموضوع هو السياسة عايزة ايه من الاغنية. بس غير الثلاثة الكبار كان فيها ادوار كتيرة. حابب اقف هنا شوية عند شادية، لانه شادية الحقيقة شادية محتاجة كلام كتير، كلام كتير كتير كتير. بس هقف عند حتتين. يا حبيبي يعود لي تاني، هل دي اغنية وطنية؟ لا، مش اغنية وطنية. بس اساسا يا حبيبي يعود لي تاني الاغنية دي اتعملت في حضن السياسة، واتعملت علشان دعم الملف الافريقي المصري. فاللي هو ما تيجي تغني اغنيه، يعني شاديه بنت يعني بتاعه الرسائل اللي هي ايه المبطنه، ما تيجي نغني اغنيه على السلم الخماسي اللي هو موجود في السودان، الملف الافريقي خصوصا السودان، ما تيجي نغني اغنيه على السلم الخماسي. وهتعمل يا حبيبي عود لي تاني. وبالمناسبه يعني ربما كتير ما يعرفوش انه يا حبيبي عود لي تاني شاديه عملتها بنسختين، نسخه باللغه المصري اللي هو الكلام اللي كتبه فتحي ورا، ونسخه باللغه السواحيلي. بس ده ايه تفاصيل الموضوع ده محتاجه كلام كتير جدا. الغنوه التانيه هي اللي انا حابب اقف معاها بشيء من التفصيل، وهي اغنيه يا حبيبتي يا مصر. يا حبيبتي يا مصر للوهله الاولى تظن انها يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يعني لا لا حضرتك، الموضوع مش كده خالص. الحكايه انه احنا لما عملنا الوحده مع سوريا سنه 58 بقت الجمهوريه الجديده اسمها ايه؟ اسمها الجمهوريه العربيه المتحده. ما بقاش في مصر وما بقاش في سوريا، وبقى اسمه الوطن العربي. فبقى اسمها الجمهوريه العربيه المتحده اللي هي نواه الجمهوريه العربيه المتحده اللي هتضم كل البلاد العربيه. طيب هل الوحده نجحت؟ لا، ما نجحتش. شويه وفركشنا وكل واحد راح لحاله. هل لما فركشنا رجعت تاني اسمها مصر؟ لا، احنا مؤاخذة ما بنرجعش في كلامنا. اسمها الجمهورية العربية المتحدة ويفضل اسمها الجمهورية العربية المتحدة. بالعكس بقى في بعدها حرص اكبر على هذا الاسم، فبقى ممنوع استخدام اسم مصر. حتى في الاعلام كانوا يكتبوا الجمهورية العربية المتحدة،
حتى منتخب مصر لكرة القدم ما بقاش اسمه منتخب مصر لكرة القدم، يقول لك المنتخب العربي يهزم نيجيريا مش عارف كذا، المنتخب العربي، وبقى الفيلم العربي والمسلسل العربي والبتاع العربي وكل حاجة العربي، والإنسان العربي والمواطن العربي والعرب العربي والعربي تصيب، يعني ما خلاص ما بقاش فيه مصر خالص، على رأي نجيب سرور قال لك يعني ما فيش مصر. ها، وده موضوع كان مش عايز اقول عامل غضب، بس برضو كان فيه ناس كتيرة مش عاجبها، مش مستريحة، مش مقلقلة. يا عمي انا اسمي حسين، ما ينفعش تقول لي يا فتحي. هو فتحي مش اسم وحش ولا يعني مش قصة، بس انا اسمي حسين، انا اسمي مصر، انا اسمي مصر. فانت النهارده مانع ده ومانع ذكره، لا في اغنيه ولا في بتاع ولا حتى في الاخبار، يعني شيء الحقيقه كان شيء صعب جدا. فمن الناس اللي انشغلت كتير جدا بالموضوع ده هو بليغ حمدي وصلاح جاهين، الاثنين مولودين في نفس العماره، ما تفهمش العماره دي سرها ايه. بس بليغ يعني نبدا ببليغ حمدي لان هو الموضوع دلوقتي. بليغ حمدي هيتجنن من القصه دي، وخصوصا انه بليغ كمان في الفتره دي على مستوى الالحان والموسيقى زي ما احنا عارفين، زي ما قلت لك ساعه عدويه، اغنيه عدويه بدا يفكر في انه يروح ناحيه التراث الشعبي ولا الفولكلور ويجيب منه ويعمل بقى الشغل اللي هو عمله لعبد الحليم والنجاة والى اخره. فبقى مهووس بفكره الهويه المصريه دي، ومش مستريح انه مصر مش اسمها لا يذكر في الاغاني. مين اللي هتساعده في القصه دي؟ شاديه. وخاض سويا صراعا مريرا علشان يا حبيبتي يا مصر تظهر، علشان نغني لمصر، واترفض مرة واتنين، واترفض رفضا باتا. وجدي الحكيم عليه رحمة الله قال لي انه هم خاضوا، وهو قال لي انه هو خاض معاهم كمان هذا الصراع، وانه حتى بعد ما حصل على الموافقة في سنة 70 انه اغنية تظهر باسم مصر ويا حبيبتي يا مصر، صغار الموظفين وقفوا للموضوع وقالوا لا، واحنا خلاص تعودنا على انه مفيش حاجة بتظهر باسم مصر. فهو اضطر يأشر عليها، قال تذاع على مسؤوليتي الخاصة. لذلك يا حبيبتي يا مصر ما هياش يا حبيبتي يا مصر، ما هياش الغنوة يعني بغض النظر عن الكلام، يعني اللي هو ما شافش الولاد والصمر ماشي، هي لازم يبقى كلامها خفيف إلى هذه الدرجة، لأنه المهم هو بروزة المطلع. ويعني أظن أنه ده بان في العصور المختلفة من الاستدعاء المستمر للأغنية طول الوقت. حتى في 25 يناير أنا فاكر أن هي كانت الأغنية الأكثر استدعاء في الميدان، لأن هي فعلا على اسم مصر. ودي فتحت الباب بعديها لظهور أعمال فيها اسم مصر كتير، حتى بما فيها حاجات زي سلمولي على مصر اللي عملها الموجي لصباح في نفس السنة، أو إنه صلاح جاهين يبدأ ينشغل باسم مصر فيعمل القصيدة الملحمية الطويلة اللي اسمها على اسم مصر، اللي ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني. فيا جماعة الخير، السياسة والأغنية مش علاقة بسيطة فيها مين غنى لمين ولا مين غنى على مين، إنما دي تفاعلات محتاجة إنها تتشاف. ربك يمنع الموانع، أعمل المشروع والله الموفق والمستعان.